الله. خلينا أول شيء نعرف المستمعين عنك. كريم الغربي، تونسي الجنسية، عايش من باريس دبي وأمريكا. كريم، انطلاقتك الفنية من وين كانت ومن إمتى أي وقت؟ أنا انطلاقتي كانت من تونس وأنا صغير وكنت بلعب كرة، وبعدين تنقلت لفرنسا مع العائلة باريس، يعني هاجرنا على فرنسا. و2004 كانت أول عقد مع يونيفرسال فرانس. شو النوع الغنى اللي بتغنيه؟ هيب هوب، راب ميوزك. يعني بعمل شيء ستريت وبعمل شيء كوميرشال كمان. حلو. هذا النوع من الأغاني بتحس إنه بالشرق صار مطلوب هلا؟ أكثر مكان هو مطلوب فيه، يعني يمكن الحين المغرب العربي شوية، تونس، الجزائر، المغرب، لأنه كتير بيتبعوا الراب ميوزك اللي في أوروبا. والحين يعني بدأ يعني ينتشر شوي على دبي، انتشارات على دبي، لبنان، يمكن من خلال البرامج المواهب اللي عم نشوفها مثل أرب ايدل وغيرها من البرامج صار معروف أكثر، يمكن على من خلال المواهب اللي عم يشتركوا بهيك برامج. ايه الحين يعني الراب قبل يعني ما كان كتير يعني مهم بالعالم العربي، كان أكثر على أوروبا، على أمريكا، أستراليا. الحين يعني بعد هاي البرامج يعني بدأ يتعرف ويلاقي حظه أكتر يعني. نعم. عندك أغاني خاصة فيك؟ إيه، عندي كتير أغاني. عندي 3 ألبومات، يعني من 2009 2011 2012، والحين في سينجل جديد مع المغني الكبير الأمريكي سنوب دوغ. حلو. كنت عم تقول كان في مشاركة ديو بينك وبين رولا سعد، وين صار وخبرنا شوي عنه. المشاركة هاي ديو صار هون في بيروت عام 2009. كان ديو حلو، واشتغلنا عند توني صابا وهيثم زياد بالاستوديو. كانت يعني كان ديو يعني كتير عجبني أنا كتير. بس بعدين ما تفهمنا على الفيديو، لأنه رولا كان مدير أعمالها كان يحب يصور عند فادي حداد هون بيروت، وأنا كنت يعني حابب أصور يعني عند مخرج أوروبي. شو اسمها الغنية؟ ربنا يسمع منك. حلو. كيف لقيت التعاون مع رولا؟ هل هي بتغني، هي لبناني ده بتغني راب ولا كيف صار؟ هي بتغني يعني عربي شرقي بتغني. وكان يعني كانت الميوزك شوية يعني عربي على شوية هيب هوب، يعني ميكست ما بين الاثنين. ووصلت على الاستوديو، كانت رولا يعني بتسجل، خلصت ورحت انا سجلت يعني المقطع تبعي. طب ليش ما نزلتوها اوديو مثلا، طالما انه ما مشي الحل؟ هي الحمد لله نزلت اوديو، نزلت على البوم رولا اوديو، ونزلت على البومي القديم اوديو كمان، وتصورت يعني لايف في حفل كبير بتونس. حلو. وين عم تتواجد هلا؟ باي مناطق بتكون عم تعمل حفلات؟ الحين الاكثر شيء اوروبا، امريكا، والمغرب العربي، يعني تونس، المغرب، الجزائر. سبب زيارتك للبنان؟ شويه سياحه وشويه اعلان، يعني ان شاء الله على السنجل الجديد. حلو. كيف بتلاقي حالك أو وجودك كفنان بالوسط الإعلامي اليوم على شكل عربي؟ والله شوي يعني الحمد لله، يعني الاسم موجود بتونس، المغرب، الجزائر، يعني كتير بيتبعوا الراب ميوزك. شوي على مصر، لأنه أنا اشتغلت، وقعت قبل مع ميلودي، واشتغلت مع مزيكا كتير. فالحمد لله يعني. عندك شيء تحضيرات جديدة هلا ل 2015؟ ان شاء الله. الحين هاي سنجل لسه نازل من اسبوع، وان شاء الله يمكن بحضر سنجل تاني قبل الصيف، فصل الصيف ان شاء الله، والالبوم جاهز ان شاء الله لشهر سبتمبر. حلو. بالنسبة للبرامج الهواة اليوم اللي عم نشوفها وصارت بكثرة عبر الشاشات العربية، هل انت مع هيدي البرامج؟ شو عندك انتقاد عليها؟ والله يعني هاي البرامج حلوة كتير. ليش؟ لأنه بتساعد الشباب اللي عنده موهبة ومو معروف، يعني بتساعدهم كتير عشان تعرف بيهم، وكل واحد يعني كسوى في الراب، في العربي، في الدانس، في أي شيء، في الرسم، بيظهر يعني موهبته. يعني حلوة، بتساعد كتير هذا. بس نحن بنلاحظ انه في يعني كتار فاتوا على برامج هواة، ولكن من بعد ما انتهى البرنامج انتهى كل شيء عندهم، ما تابعوا.
هل هالشيء اللوم على إدارة البرنامج أو على شركات الإنتاج أو على الشخص نفسه الموهبة اللي عم يدخل هيك برنامج؟ في والله يعني ما نحط الغلطة كلها على شركات الإنتاج أو على البرنامج. في بعض الأحيان يعني الأشخاص يعني ما يشتغلوا صح، بعدين ما يعرفوا يكملوا طريقهم عشان يكونوا أكتر يعني موجودين على السوق. يمكن يعني الغلطة أكتر من الأشخاص، لأنه يعني كل واحد يشتغل ويتعب بيلاقي في الآخر يعني. وين بتلاقي حالك اليوم مع الفنانين اللبنانيين هيك قريب منك تعمل ديو انت وياه؟ قريب والله ما عندي فكرة كبيرة. إليسا مثلا يمكن ما عندي فكرة كبيرة. يمكن هيفا وهبي. ايه يمكن. حلو. كيف بالنسبة لك هيفا لأنه هيفا كتير بتميل شوية يعني الجو الأوروبي الأمريكي وكمان العربي، يعني يمكن شيء يمشي حلو يعني. حلو. بتآمن بالديو بينك وبين الفنان وقديش بيعطي رواج للنجاح؟ ايه اكيد، لانه الديو يكون مدروس من الاول، يعني قبل ما يكون في مشروع بيكون مدروس من الاول، يعني بيشوف يعني بينك وبين الفنان شو اللي يتماشى مع بعض، يعني كصوت كشكل لانه انا بعمل راب ميوزك مو عربي، يعني مو يعني فن الشرقي وهيك، يعني لازم يكون شيء مدروس عشان يكون شيء صح بعدين وينجح. ببداية مشوارك الفني هل هيك لقيت في معاناة لأنه الناس تتقبل هيدا اللون من الموسيقى أو الفن؟ والله في الأول لما كنت في تونس عام 96 97 كان يعني صعب، يعني ما كان موجود. وبعدين لما هاجرنا مع العائلة على فرنسا كان شيء ثاني، يعني كل الناس يعني مفتوحة على الراب واكثر شيء هو ماشي هو الراب. واليوم في امريكا يعني عندك 3 حاجات على قائمة على ميزانية الدولة الامريكية، هي الهوليوود الاولانية، بلاك ميوزك اللي هو الهيب هوب R&B والراب، وبعدين يعني بتيجي العقارات والحاجات الثانية. هل بتنتمي لشركة انتاج عم بتساعدك انك تنتج البوماتك او في الاول انا كنت موقع مع يونيفرسال، بعدين رحت على إيماي فرانس، بعدين فيرجن ميدل ايست في دبي، والحين مع ليبل بس انديبندنت في امريكا، بس ليبل كبير الحمد لله. حلو. بالنسبة للنجوم الغرب صار في تعاون معهم او بتحب يكون في تعاون بينك وبين حدا؟ انا يعني عامل ديو مع ذا جيم من اكبر المشاهير، كان بيغني مع 50 سنت واكبر مشاهير وبايع 5 مليون نسخة في امريكا. بعده يعني سنوب دوغ، ويمكن في المستقبل يا بيتبول يا 50 سنت، يمكن هو في مشروع مع 50 سنت بس لسه مو خالص يعني. حلو. كلمة بتحب توجهها بالموقع خبر عاجل لكل اللي بحب هذا النوع من الغناء؟ والله يعني أنا مبسوط أنه جيت لبنان الحين، وإن شاء الله كمان يومين 3 بيكون على التلفزيونات الفيديو كليب، وإن شاء الله يعني في العالم بالعربي بيعطوا أكتر حظ لهذا الفن، يعني الراب ميوزك عشان ينتشر أكتر. نعم. شو اللي عجبك أكتر شيء بلبنان، إن كان على صعيد المناخ أو على صعيد المنطقة يعني؟ والله لبنان شوية كيف يعني المناخ كيف تونس، بس يعني اللي عجبني كتير يعني الناس اللبنانيين يعني كتير طيبين وبيرحبوا يعني بالضيف. نحن بنرحب فيك، وحيكون ان شاء الله بس لما ترجع من السفر في لقاء فيديو عبر TV خبر عاجل تنحكي اكثر شوي عن تفاصيل، ندخل اكثر بتفاصيل الفن الخاص فيك ان شاء الله. الله يخليك. شكرا لك. شكرا.